اول هدف ليا مع النادي المصري، ويا رب كل ماتش اجيب هدف عشان انا اقدر بوجه شخصي يعني ان انا اعمل حاجه للجماهير والنادي المصري، علشان اقدر يعني اغير الصوره اللي كانوا بيتكلموا فيها في اول انا ما جيت. يعني انا عارف اللي حصل، فالحمد لله طبعا على التعادل. طبعا لو كان 3 بونت كان افضل، وده كانت يعني تركيزنا كله الشاغل ان احنا كنا في بدايه الماتش عايزين ناخد 3 بونت. طبعا ربنا ما ارادش ان احنا ناخد 3 بونت، بنحمد ربنا على اي حال طبعا ان احنا قدرنا التاخير نعوضه بجون، والحمد لله على كل حال. احنا حاولنا نعمل اللي علينا النهارده، وكان نفسنا نفرح الجمهور، وكان نفسنا نعمل حاجه لنفسنا ان احنا نكسب الماتش النهارده عشان نكمل اللي احنا بدأناه المرحله الاولى. بس قدر الله ما شاء فعل، وما كانش فيه توفيق النهارده. الحمد لله، نتمنى الليله هنتدارك موقفنا الماتش الجاي ونعدي على طول الانتاج ونكسب ان شاء الله باذن الله. ادينا بشكل كويس الشوط الاولاني، كنا ممكن نكسب كتير جدا، وحتى الشوط الثاني يعني احنا اتخطفنا في جون عادي، يعني الهجمه الوحيده اللي راحوا بيها على الجون اصلا في الشوطين يعني. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الناس النهارده تعبت وعملت عليها، ما فيش توفيق، وارد ان ده يحصل يعني. الحمد لله، نتمنى التوفيق في الماتشات الجايه، وربنا يكون معانا ان شاء الله، ويكون الحظ حليفنا ان شاء الله في الماتشات اللي جايه. احنا لعبتنا كانت مستعجله المكسب، مضغوطه، حملت نفسها فوق طاقتها، وده عمل لود عليها زياده، خلتها فقدت كتير من التركيز. عندنا مس باص عالي جدا، اثر في ادائنا في الشوط الاول، اثر على ادائنا كتير جدا في الشوط الاول، وخرج اكتر من لعيب بره الفورمه بتاعته، واوريدي ده اثر على الشكل العام للفريق. حاولنا الشوط الثاني نتدارك الموقف، ورغم ذلك لما دخل مرمانا جول الضغط العصبي زاد اكتر عشان عوضنا، لكن ما كانش فيه توفيق، وفي نفس الوقت كان في نوع من التسرع شويه. كابتن، شايف ان كثره النجوم في النادي المصري مفيده للفريق ولا يعني جايه على الفريق؟ احنا الحمد لله فرقه، ما بنعتمدش على حد واحد، احنا فرقه. كل ما في الموضوع ان النهارده في اكتر من لعيب نفسهم يعملوا كل حاجه، وده خلاهم بره الفورمه بتاعهم، اثر على شكل الفرقه. لكن الحمد لله اللي موجودين جوه الملعب 11 لعيب، واللي بره زيهم كلهم اساسي، وده هيفيدنا ان شاء الله في المرحله اللي جايه، خصوصا ان احنا بنلعب كل 4 ايام مباراه. باذن الله اللي جاي يكون احسن، والمرحله بتاعت الضغط العصبي دي نتخلص منها، خصوصا في مباريات على ملعبنا ان شاء الله. طلائع الجيش النهارده بتقدم مباراه كبيره جدا، يعني مش عايز اقول لك ان احنا نلعب وسط الجماهير دي، ومن اول دقيقه لحد اخر دقيقه، ونلعب الشوط الاولاني زي ما الكابتن اتكلم معانا ان احنا لو عدينا اول نص ساعه من الشوط الاولاني او اول ربع ساعه من الشوط الاولاني في وسط الجمهور اللي موجود ده، والنتيجه 0-0، الماتش هيفضل كده لحد اخر ربع ساعه. كان نفس الكلام، يعني قال لك بدايه الماتش ونهايه الماتش هم اهم حاجه. احنا قدرنا الحمد لله ان احنا نحافظ على الشوط الاولاني، ان احنا نطلع 0-0. كلام الكابتن فاروق معانا الشوط بين الشوطين ان احنا نحافظ على التعادل، وفي الوقت اللي هو كان قايل ان النادي المصري هينزل يهاجم طبعا عشان يجيب جون، لان النتيجه مش هتفضل 0-0، الجمهور هيستعجلهم عشان يجيبوا جون، فاحنا في الوقت ده نقدر نخطف ونجيب جون. فالحمد لله عملنا اللي الكابتن قال عليه، قدرنا نخطف ونجيب جون، ودخل فينا جون بكره عرضيه. يعني الحمد لله ما كانش فيه توفيق يمكن للناس اللي كانت واقفه قدام الكوره. بقول الحمد لله على البونت في وسط الجمهور العظيم الكبير قوي دوت، جمهور بورسعيد. النهارده انت لو جيت تبص مثلا على الفرص المؤثره اللي هم ضيعوها او الحاجات زي كده، مش هتلاقي حاجه راحت على عماد خالص، يمكن استثناء الشوط الاولاني شوطين من بعيد من بره، وكره ثانيه من نص الملعب يعني بايلاكي كده عماد طلعها. لكن هو طبيعي ان اي فرقه في مصر بعد ما تجيب جول بتتراجع شويه، خاصه ان احنا بنلعب بره ارضنا. الجمهور ده طبعا ضاغط على فرقته ومسبب لهم ضغط، عشان كده كانوا ضاغطيننا، لكن ما كانش فيه خطوره حقيقه على عماد. يعني انا شايف ان هاني السيد عمل ماتش كبير قوي النهارده، وحلمي كانوا شايلين الماتش لوحدهم ورا، زائد بقى جمعه مشهور واحمد عبد العزيز. الناس كلها ادت اللي عليها، احنا كنا طمعانين في 3 بونت، لكن الحمد لله ان احنا رجعنا بونت يعني وكده، خاصه النادي المصري نادي مش قليل يعني. الكره حصل فيها دربكه 2-3 قدامنا كده، عدت منهم الكره على الارض، فجمعه بيشيل برده خبطت في رجله، وهي فيها توفيق كبير قوي لفرقه المصري. بس الحمد لله برده بشكر ربنا طبعا على الاداء، وبشكر ربنا على المستوى، على النتيجه. فالحمد لله انا شايف ان برده نتيجه ايجابيه هنا كويسه قوي مع فرقه بورسعيد في وسط ملعبها فرقه المصري في بورسعيد هنا مع الجمهور ده. انا شايف الحمد لله ان هي نتيجه كويسه. انا معايا 3 حراس، و3 حراس كويسين جدا. عماد السيد طبعا الراجل بيلعب، ومعايا محمد بسام، ومعايا محمد الشناوي. 3 حراس على مستوى عالي جدا. المنافسه موجوده مش بين عماد والشناوي فقط، لا انا معايا حارس كبير اسمه محمد بسام، ده حارس مرمى المنتخب الاولمبي، ده بينافس معاهم بقوه شديده جدا. طبعا ربنا يكرم الفترات الجايه، احنا الافضل يلعب، ما عندناش حته لا دور ولا حته بقى عندنا حارس رقم 1 ورقم 2.
دايما بيبقى عندنا حارسين في اي نادي يبقوا رقم واحد والثالث يبقى رقم اثنين، انما في وضعنا هنا في نادي الجيش بصراحه انا معايا 3 حراس، الثلاثه رقم واحد، يعني اي حد هيلعب احنا عندنا ثقه كبيره فيه ان هو يقدر يشيل الفرقه ويأدي باداء كويس. بعد الهدف اللي احنا جبناه كنا ممكن جبنا الهدف الثاني، لكن جماهير مصر النهارده ساندت الفريق بشكل جيد. كانت اللاعب رقم مش عايز اقول له 12 بقى، ده كان اللاعب الاول والثاني والثالث ساندوا النهارده بشكل كويس جدا. المباراه الاداء الفكري فيها كان بشكل مميز، اللي هو الخططي، الاداء البدني كان بشكل كويس، يعني معدلات الجري النهارده اللعيبه كانت مناسبه جدا، التغييرات كانت مناسبه للمباراه. انا بقول النهارده المصري كسب بونت واحنا كسبنا بونت. كابتن فاروق، حضرتك بتعاني من عدم وجود جماهير لطلائع الجيش، يعني مش زي يعني انت عندك جمهور بس الجمهور بيبقى من المجندين، مش عندك جمهور زي المصري او الزمالك او الاسماعيلي او الاهلي، دي بتفرق معاك ككوتش؟ طبعا بتفرق حتى في طموح اللعيبه، لكن بتديك بقى اللعيبه تبقى ما فيش ضغوط عليها. لعيب المصري النهارده الجماهير عايزه المكسب واللعيبه مش قادره تحقق المكسب، فالمعادله هنا بتبقى صعبه جدا، بتبقى لود جامد او ضغط جامد جدا على اللعيبه. كابتن ضياء، في اول اجتماع مع الجهاز الفني بعد الاسبوع الثاني هتقول لهم ايه عن مباراه المصري وطلائع الجيش؟ هو انا ما بتكلمش على تقييم المباراه، انا ببص على حاجات معينه في شغل الفرقه، في اللعيبه ازاي التكتيك بتاع كل فرقه ازاي بينفذوه، الحاجات دي كلها. وكابتن هيكون في تغيير للقوام اللاعبين، يعني اللاعبين القدامى زي وائل جمعه زي محمد ابو تريكه؟ البلد كلها اتغيرت، اشمعنى المنتخب يعني؟ البلد كلها اتغيرت، اشمعنى المنتخب يعني؟ ده كان اخر تعليق واجمل تعليق من الكابتن ضياء السيد المدرب العام لمنتخبنا القومي ومساعد بوب رادلي المدير الفني للمنتخب الامريكي، واللي هيبداوا مهمتهم في اول مباراه يوم 14 نوفمبر امام منتخب السامبا البرازيلي، اللقاء اللي هيقام في العاصمه القطريه الدوحه، وهيكون حصري على قناه ميلودي سبورتس. بعد نهايه هذا الاسبوع الثاني يكون ترتيب جدول الدوري المصري